في نوفمبر سنة 1922 العالم كله كان بيتفرج على لحظة مقبرة توت عنخ آمون، بس اللي محدش كان عارفه إن اللحظة دي كانت بداية الكابوس. اللورد كارنفون الراجل اللي مول الحفريات اتلدغ من بعوضة صغيرة في وشه، والجرح ده التهب بعد كام يوم. الدكاترة ساعتها قالوا مجرد عضو، لكن الغريب هنا كان في نفس المكان اللي اتجرح فيه توت عنخ آمون، وفي الليلة اللي مات فيها اللورد أنوار القاهرة كلها انطفت فجأة، والكل ساعتها قال اللعنة بدأت. وبعدها واحد ورا التاني من فريق التنقيب ماتوا في ظروف غامضة، والجملة المنقوشة على جدار المقبرة رجعت تطن في ودان الناس تاني: الموت سيأتي على أجنحة الرياح لكل من يفتح مقبرة الملك. حقيقة هنا ولا صدفة؟ اللي احنا دايما بنسأل عليه وندور عليه هي لعنة الفراعنة موجودة بجد.